اقول لك حاجة على السريع، معلومة هتفيدك 100%. بعد السلام عليكم، ويا رب تكونوا في احسن حال. خدي مني دي وادعيلي. العروسة الجديدة اللي عايزة تعرف نفسها، اكرمها ربنا وحملت، وعايزة تعرف نفسها حامل في ولد ولا بنت، خدي مني النصيحة دي، وما تروحيش تعملي سونار ولا اي حاجة وبرهان، وبشرط روحي اعملي سونار وشوفي كلام خالتك صح ولا مش صح. بصي يا ستي، الولد بيبقى ساكن تحت، البنت تبقى فوق، الحمل بتاعها بيبقى عالي فوق. اما الولد يخلص بصي اخر التالت هتلاقي حاجة زي جرموط السمك بتلعب تحت شوية، هتلاقي حاجة زي جرموط السمك كده ما الولد شاقي طول عمره. الولد في حمله هتلاقي زي جرموط السمك بيلعب كده، كأنه بيعوم في مية، تحسي بيه كده بيجري مرة واحدة. البنت البنت حلوة وحبيبتي وزي الفل والله، وبحبها موت، بس في حملها مؤذية، بتبقى عاملة زي القبة عندي المعدة من فوق، زي القبة، زي الكورة، كأني جايبة كورة كده ومتسنكرة عندي معدتك من فوق، بدعنك عاملة زي اسمها ايه، زي القبة. والله العظيم، والله العظيم البنات نعمة من عند ربنا، نعمة، بس ربنا يصلح حالهم، ربنا يصلح حالهم ويهديهم، لكن هم حلوين زي العسل، بس في حملهم وحشين زي الزفت. وفي ولادتهم اوحش. قلنا ايه؟ ان الولد بيبقى ساكن تحت، صاجد تحت، كأن حاجة تجيله حسبها تحت من اول حمله، وبيبقى كمان راكن على جنب الشمال، راكن في الجنب الشمال، وتحس ان رجله دي مسنكره يعني في وركك الشمال ده. بيلعب زي ايه، زي الجرموط، بيلعب من زي يعوم كده زي الجرموط، وبسم الله ما شاء الله الله اكبر. البنت تبقى زي القبه فوق، الولد يسكن تحت ويعوم زي الجرموط. البنت بقى عامله زي، بصي، آه تبقى ساكنه فوق، تبقى راكنه كده عامله زي القبه الكوره، تبقى عايزه تاخدي نفسك بالعافيه، مجرد ما هتتحرك كأن صخره كبيره بتتحرك بتاخدي نفسك، بتاخدي نفسك. ده الفرق بين الولد كمان في حمله سبحان الله العظيم. آه ما بترجعيش كتير، ما بترجعيش كتير، الغسالين بيبقوا قليل. البنت خدها عندك بقى الاخر، ممكن 3 شهور، ممكن 9 شهور، ممكن تنام على ظهرك وممكن لا. الحاجات دي الحاجات بتاع النوم او مش النوم، لا ده حسب حالة الحمل نفسها، الله اعلم بيها، دي انا مفتيش فيها، لكن عن تجربة بقول لك اللي حصل عند الناس كلها واللي حست بيه الناس كلها. الولد في ولادته الله اكبر عليه. بصي اول عيل زي اخر عيل في الولد، عامله كانك ماسكه كرباج ونازله فيه ضرب على الظهر، من الحته اللي تحت والظهر، ما يديكيش فرصه تتوجع الا لما ينزل، الله اكبر يعني. البنت خصوصا لو بكريه تقعدي بتتعذب بتاع يومين عقبال ما بتولدي. هو بتاع ربنا، ما اختلفناش. انا اعرف واحده حملت في بنت بسم الله ما شاء الله، كان المها زي الولد، وولادتها اسرع من الولد، جايز تكون حاله خاصه الله اعلم، بس الدارج والاكتر اللي انا بقوله ده اللي هي ايه، علامات الفرق، تعرف الولد ازاي والبنت ازاي. اقسم بالله هذا ما بيحصل، وعن تجربه، وعن يعني ناس كتيره، مش واحده بس، ولا لا لا، الستات كلهم. ايه تاني في علامات تاني؟ اه, البنت تحلي امها، البنت تحلي مامتها تخليها جميله، الولد يوحش امه، وخصوصا في منطقه المراخير. في منطقة المراخير يخلي مناخير كبيرة كده ويغمق الوش، ويطلع زي كلف اللي بيقولوا عليه غمق الوش. لكن البنت لا، البنت تحل يعني انا اعطيت لك شوية معلومات، يعني مش هتلاقيهم بره، مش هتلاقيهم بره. افتكر لك ايه تاني؟ لما نشوف افتكر لك العلامة الأخيرة على ما أتذكر، والله أعلم، أنا مش عارفة هجمع ولا لأ.
ان الولد زي ما قلت لكم زي الجرموط، يعوم، يسحب كده في البطن من تحت. البنت زي الكوبا زي ما قلت لكم، وتلف بصعوبة، تلف بصعوبة، تتجل على نفس الام يعني. وعلى ما اتذكر هي دي العلامات كلها بتاعت الولد والبنت يعني.